بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم فريق الصحبة الصالحة بأفريقيا. نكون بحمد الله تعالى بذبح خروف صدقة بالطعم المغفور الله بإذن الله تعالى. الحاجة سيدة خلف محمد هو خروف بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم اغفر لها يا رب العالمين. آمين. اللهم اعفها واعف عنها يا أكرمين. آمين. اللهم اكرم نزلها يا رب العالمين. آمين. اللهم وسع عليها مدخلها يا أكرمين. اللهم افسح عليها في قبرها على مد بصرها يا رب العالمين. آمين. اللهم نور عليها قبرها يا أكرمين. آمين. اللهم اسكنها الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل مأواها الجنة يا رب العالمين. آمين. اللهم احشرها مع النبيين والصديقين والشهداء يا أكرمين. آمين. اللهم اجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتها يا رب العالمين. اللهم اجعلها خالصة متقبلا لوجهك الكريم. آمين. وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين. آمين آمين. بحث شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل عنها يا رب العالمين في ميزان حسنات. اللهم تقبل آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز، والنهاردة الفيديو مختلف شوية عن الفيديوهات اللي انا بنزلها. يعني انا عايز اقول لكم ان الفيديو ده مش رياء خالص. انا كنت كل سنة بنزل معاكم الوجبات اللي انا عملتها قبل كده، وكنت في لايف وحد سألني عن الكميات اللي بتتعمل للرز. لو حد هيعمل رز بلبن او هيعمل عيش ولحمة احطها لكم في صندوق الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم فريق الصحبة الصالحة بأفريقيا. نقوم بتحضير طعامات الاثنين 15 يناير 2024. اللهم بارك في كل من ساهم في هذا العمل، اللهم آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم فريق الصحبة الصالحة بأفريقيا. نقوم بحمد الله بتوزيع طعامات الاثنين 15 يناير 2024. اللهم بارك في كل من ساهم في هذا العمل، اللهم آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم فريق الصحبة الصالحة بأفريقيا. نقوم بتوزيع طعامات الاثنين 15 يناير 2024. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، اللهم آمين آمين. بس هو يعني كذا حد دخل، انا كنت منزل الصورة دي على المنتدى، فحد سأل انا اقدر اعمل الموضوع ده ازاي. انا ما بعملش اعلان. في رقم تليفون ده من الناس اللي انا اتعاملت معاها، شهادة لله، ناس محترمة جدا والتزموا بالميعاد اللي انا كنت عايزه، اللي هو كان يوم الاثنين 15/1، علشان ده يوم الذكرى بتاعت امي. فممكن تعملوا سيرش على الفيسبوك، انتوا هتكتبوا هتلاقوا فيه اكتر من حد. كل حد هيقول لكم طبعا مبلغ، وهيقول لكم تكلفة، هيقول لكم انا كنت عاملها ذبح الخروف بالاطعام. وطبعا علشان الوقت اللي احنا فيه، لو في حد عنده عايز يطلع اكل اطعام صدقة نادر، مش بشرط تكون حاجة، يعني زي ما بيتقال كده في المثل قلل بالندر ووفي. يعني مش بشرط لازم كميات او لازم نأكل عدد كبير. لا، هو انتوا ممكن لو انتوا حابين، الناس اللي تبقى نفسها تعمل كده ممكن. انا كنت بعمل كده في رمضان، ان انا كنت بطلع وجبة كانت عندي الاطباق اللي هي عاملة زي اللانش بوكس دي. معلش انا بتلقلق في الكلام. ممكن تاخدوها وتحطوا فيها اللهم صل على سيدنا محمد، أكلة من فطار ليكم في رمضان، وتطلعوها لأي حد حتى لو ساكن جنبكم. عايزين تعملوا في الوقت الحالي برضو، ربنا يزيدكم. في أفكار كتير جدا لو حد حابب إن هو يطلع حاجة لله، ما تكونش التكلفة بتاعتها، هي مقصودش انها تكون، هي طبعا دي حاجة لوجه الله، بس لو حد مش مقتدر انه يطلع حاجة، في ناس كتير في الوقت ده او في الجو اللي احنا فيه بيطلعوا العلب فيها شوربة عدس، بيعملوا كميات كبيرة وبيحطوها ومعاها رغيف او واحدة بصل. وفي ناس بتحط معاها رغيف، وفي ناس بتكسر جواها العيش، وبينزلوا مثلا بالليل على الناس اللي موجودة تحت الكباري، او على مدار اليوم مثلا على اكتر ناس هتلاقوهم الناس عمال النظافة. في ناس بتبقى موجودة في اكتر من مكان، هتلاقوهم الناس اللي هم الفواعلية اللي هم بيشتغلوا باليوم، دول برضو مش محتاجين اكتر من ان هي، يعني انا ممكن، يعني مش عارفة اجيبها لكم ازاي. اي حد بيكون في الشارع اهل الناس وما تقلقوش، يعني مش بشرط ان، يعني هي بتجوز على راكب الخيل، يعني اي حد بيبقى في الوقت ده تقدروا تطلعوا له شوربة العدس. الناس ممكن تعمل سندوتشات،
جبنه ولانشون، جبنه رومي. ايه ممكن تاني يطلع؟ في ناس بتعمل فول نابت، وفي ناس بتعمل رز بلبن. ايه تاني يا لودي ممكن يطلع لله؟ قلت عيش ولحمة. عيش ولحمه. ما هو دي يعني اللي بيقدر ان هو يعمل، او حتى لو هيعمل كيلو واحد، يعني مش بشرط ان هو ينزل يغرق السوق كله عيش بلحمه. انت شايفه ممكن ايه تاني يبقى بيتعمل؟ هو انا والله بس اسف، انا بصور لكم الفيديو ده الساعه 7 الصبح، ما نمناش من قبلها بيوم. ف طبعا هتدعوا لامي والابويا والاخويا بالرحمه، والجدة لودي بالرحمه، ربنا يا رب يرحم كل امواتنا، والجد كمان غلبان بالنسبة لي. والجدها برضو علشان خاطر هما بينسوا. قولي. انا من وجهة نظري ان انا ممكن اطلع اي حاجة لله، الحاجة اللي انا بعرف اعملها، الحاجة اللي في مقدرتي ايا كان. بس اهم حاجة من وجهة نظري برضو ان احنا نطلع الحاجة نظيفة وكويسة زي ما احنا نقدر ناكلها بالظبط. بالظبط. جه في رمضان اللي قبل اللي فات، كانت الظروف الماديه كانت افضل من كده الحمد، يعني مش افضل من كده، يعني كانت مظبوطه في الوقت اللي هو ما كانش فيه الغلا ده. كنت عملت شنط رمضان، آه ما عملتش عدد كبير، تقريبا كانوا 13 شنطه، بس عملت الحاجات اللي الناس اللي هي هتحتاجها، من سمنه كريستال اللي كنت بستخدمها، من الزيت، من الرز. ان شاء الله في رمضان باذن الله هنعمل، يعني لو ربنا كرمني. عارفين انتوا حته المكسرات والحاجات اللي هي بتروح للناس دي، لان دول ما بيجيبوهاش، بس فكرت انا وولودي ان احنا ان شاء الله كده كل كام يوم، هو احنا هنعمل كل يوم من الاكل بتاعنا، يعني هجيب لها الكرتون، العلب بتاعت اللانش بوكس دي. كده كده لودي الحمد لله ايدها فرطه في الاكل، فبتعمل اكل بزياده. فطبعا احنا هتكون اول حاجه عندنا ريهام، ضيفه خفيفه عندنا كل يوم. وهنطلع وجبه او وجبتين لاي حد عندنا بقى، عارفين انتوا اللي في المنطقه. وبس في يوم باذن الله، لان انا طبعا عندي في شهر 4 احمد وبابا، يعني عندي الميعادين 4/4 و8/4 تقريبا، او 12/4 و8/4. ناس كتير عندي بيموتوا. هنعمل برضو الاتنين في يوم واحد، وهنعمل بقى افطار كده وانزل اوزعه باذن الله، او هكلم ايهاب يجي ياخده برضه بالعربيه زي كل مره. هي القصه كلها في ان انا ببقى مش رياء، بس الناس كلها تقدر تعمل حاجه زي دي، يعني ممكن حد لو بمقدرته يعمل اي حاجه يقدر يعملها. في ناس في الحسين بيخشوا، دي انا شفتها بعيني اكتر من مره، ناس بتبقى واقفه بتبيع عيش، بياخد منه العيش ويديه للناس الغلابه اللي قاعده. في ناس بتطلع عيش وطعميه، عيش وبتنجان، على فكره ده مش عيب ومش حاجه وحشه، بس انت بتشيل طاقه من الفطار من الناس اللي ماشيه في الشارع. اكيد مش هتروح توزعهم في بنك، او مش هتوزعهم في شركه استثماري. زي ما بقول لكم، اكتر ناس بتبقى محتاجه الحاجات دي الناس اللي في المستشفيات، اهلهم اللي بيبقوا قاعدين بره في الشارع. طبعا عندي في العباسيه الدمرداش، فمش عارف انا وقفت لغايه فين، ففي اكتر من مستشفى بيبقى اهل المرضى هم مش غلابه، بس بيبقى المستشفيات الحكومه اهلها قاعدين بره. ففكره بتاعت شوربه العدس حلوه جدا، فكرت فيها كده، بس هي عايزه الكبات بتاعت الاندومي اللي هي الورق دي، الكرتون، العلبه دي. اه. فاي حد هيقدر يعمل سندوتشات فول وطعميه. تروحوا مطعم تشتروا 10 سندوتشات وتمشوا تقولوا للراجل يحط لكم كل سندوتشين واحد فول واحد طعميه مع بعض، وتراضوا 5 من بتوع نظافه ماسكين شارع واحد. الحاجات دي كويسه. وبس ربنا يعينكم ويقدركم على الغلا اللي احنا فيه، ان حد يقدر يطلع حاجه في الوقت ده، دي افضل بكتير من ان احنا الدنيا تكون رخيصه وحد يطلع مش بالكم او بالعدد. لا يعني برضو زي ما قلت لكم، قلل بالندر ووفي. يعني لو انا نفسي اطلع حاجه اطلع هي الحاجه، لو انا اقدر على فردين او 3 أو 4، مش فارقه لازم عدد كبير. ولو حد حابب يعني يعمل كده في الشارع عنده، هتلاقي برضو في استحسان من ناس كتير. واحده واحده والدنيا هتمشي ان شاء الله زي الفل، ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. وبس اشوفكم على خير، وما تنسوش بس الفيديو ده برعاية امي، فادعوا لامي وادعوا لابويا واخويا برضو وستها وجدها والناس كلها اللي ماتوا، بس ابداوا بامي الاول. وبس كده، وشكرا وكتر خيركم. بصوا بقى المنظر بتاع الخروف لما ابتدى يتسلخ ويبتدي يتقطع، وبرضو معايا الصور بتاعت الاكل.
والاطعام والفاكهه. يعني انا عملتها بنية، عارفين انتوا الحته بتاعت دعوه 40 غريب، فدول عدد اكبر من 40 الحمد لله. آم، طبعا رب هنا رب هناك، يعني مش بشرط ان الحاجه تنزل هنا. يعني الحمد لله انا مش حته ان انا خلاص طلعت ده فانا مش هطلع تاني، لا احنا الحمد لله يوم الجمعه بقى كده نعمل فته ولحمه. وبرضو يعني هما الناس دي ما بتتنسيش، او لما بيجيله بسميها مصيبه، لما حد بيجيله مصيبه زي دي يعني ما بينساش ان كانت امه او ابوه او ابنه او اخوه ايا كان. ربنا يرحم كل امواتنا وكل اموات المسلمين اجمعين. انا حاطط لكم في الاخر خالص بقى الصور بتاعتي انا وامي، يعني عشان انا الحمد لله كنت محظوظ جدا ان انا، اعوذ بالله من قولة انا، من اكتر الناس اللي كانت بتصور مع امها. ده مش عشان خاطر انا اكيد ما حدش كان عارف ان هيحصل حاجة زي دي، طبعا احنا كلنا موحدين بالله، بس كنت بحب اخد الذكريات بتاعتي معاها في كل حاجة. فالحمد لله يعني من غير برضو الصور دي، على الاقل الصور البني ادم مش بينسى، بس الصور يعني انتوا فاهميني صح؟ يعني ما يبقى معاه حد فويس وفيديو. لو في ايام زمان ما كانش فيه الموبايلات، تلاقوا لما حد كان يشغل شريط فرح كان يقعد يعد الناس اللي ماتوا في الفرح او يفضل يفتكرهم. والحمد لله ان هو كان بيبقى فرح، لان مثلا كانوا بيشوفوا الحد اللي توفى ده برضو لابس وفرحان ومبسوط بيسقف. بصوا انا يعني انا عارفه، انا الفيديو ده من ساعه ما انا ابتديت ان انا اتكلم فيه، حتى لما كنت بسجل انا ولودي مش اعصابي بايظه، بس انا بتلقلق في الكلام برضو. يعني ايا كان محدش بيزايد عن حد بحبه، بس كل واحد عارف الام بالنسبه لابنها ايه. والحمد لله من فضل ربنا عليا كان مديني حد حنين دعالي وحببكوا فيا. يعني كل الناس اللي بتشوفني دول، ولو في حد بيحبني ولو لذرة واحدة بس يدعي لها. وبس كده الفيديو خلص، ويا رب يرحم كل الناس اللي ماتوا، وربنا يتقبل من كل الناس اللي بتطلع خير والناس اللي ما معهاش وبس بتدعي، لان ممكن ما يكونش معاها حق القوت بتاعها علشان تقدر تطلع حاجة. ربنا برضو عالم بالنيات. انا اسف لو انا كنت كئيب في الفيديو ده، بس حبيت تكون ذكرى برضو عشان لما ربنا يكرمني كده بطفل ويشوف حاجة زي دي، ولو انا ربنا كان افتكرني، يعني او بلاش الكلمة دي حرام، لو كنت مت يقدر يفتكرني بعدها هو ويقدر يعمل لي حاجة كده حلوة لما يلاقيني انا كنت بار بامي وابويا واخويا، يجعله كده باذن الله كده سمح، او يجعلها سمحة، واللي يكون اللي في جيبها مش ليها، يكون لغيرها طبعا مش ليها، يعني مش سرقاه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات حلوة كتير. وشكرا جدا لكل الناس اللي دخلت في القناة. ومش هقول لكم في الفيديو ده اعملوا لايك وشير والكلام ده، انا هقول لكم بس شكرا ليكم وكتر خيركم على دعائكم ليا. وبس انا طولت معاكم جدا في الفيديو ده. اشوفكم على خير، وان شاء الله يعني كل يوم باذن الله يكون في حاجة جديدة عندي في القناة، وما كنش خذلتكم في اي حاجة انا قدرت اقدمها بالنسبة للقناة دي. السلام عليكم.